منافسة الدوري السوداني. نتمنى لكم دائما متابعة طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعي دوري السوداني على قناة النيلين وتلفزيون السودان. يمين السادة المشاهدين فريق المريخ بالقمصان الصفراء يسعى للتمسك بالصدارة والآن مؤقتا في المركز الثاني بفارق نقطة من الهلال. أكرم الهادي سليم في حراسة المرمى، علي جعفر وأمير كمال في متوسط الدفاع، الطاهر الحاج طرف يمين، غاندي طرف شمال، علاء الدين يوسف وراجي ورمضان عجب وحسن كمال في وسط الملعب، اوليفي وكلتشي في المقدمه. فريق الاهلي اصحاب القمصان السوداء بالبيضاء شمال الساده المشاهدين، بكر الدش في حراسه المرمى، حاتم رحال وجدي عبود في متوسط الدفاع، طرف يمين عصام عبد الحميد، محمد عمر طرف شمال، في وسط الملعب من اليمين للشمال ايمن وباتريك وعلي المبارك. نتواصل معكم من جديد مشاهدينا الكرام. الآن مشاهدينا الكرام نتواصل معكم ونواصل تشكيلة نادي الأهلي كما ذكرنا: علي بادي وموسى كيتا، وفي المقدمة كول وسياكا تراوري. إذا مشاهدينا الكرام انطلقت المباراة قبل أقل من دقيقة، وزي ما ذكرنا لكم تشكيلة الفريقين اللي بدأت هذه المباراة: كروجر من جانب وكذلك عاكف عطا من الجانب الآخر من الملعب يقود فريق الأهلي في المقاعد الفنية. لقطة كانت خطيرة في الثانية الأولى زي ما لاحظتم، تسديدة من وسط الملعب بعد ركلة الكيك اوف، ولكن كانت بعيدة عن المرمى. مثل هذه الكرات كانت تشكل خطورة دائما يعني ومفاجأة. كرة ملعوبة راجعة لحارس المرمى بكر الدش، حارس مرمى النادي الأهلي، والأهلي اليوم ب 16 نقطة والفريق المريخ 57 نقطة. كرة ملعوبة لأمير كمال، أمير كمال لاعب من الأهلي على الأرض بالسلامة إن شاء الله. طبعا زي ما شايفين هو كروجر وصل قبل قليل من ألمانيا، مشى عمل كم يوم كده في ألمانيا لظروف خاصة به، والآن يعود ويعني يتابع هذه المباراة ويشرف عليها من المقاعد الفنية. كرة ملعوبة لصالح النادي الأهلي قريبة من أمير كمال، مرت إلى خارج الملعب. تشجيع بدأ متواصلا منذ الدقائق الأولى لانطلاقة هذه المباراة التي كما ذكرنا بدأت قبل أقل من 3 دقائق. تعادل طبعا بدون أهداف بين الفريقين، جولات كانت حاسمة وممتازة في هذا الأسبوع، ولكن كانت محزنة بالنسبة لعشاق الهلب والمورداب. هبوط هذا النادي العريق الذي إذا سنحت الفرصة نتحدث عن يعني العديد من المشكلات التي جعلت هذا الفريق يبقى بين أندية الدرجة الأولى في الموسم القادم في درمان. كرة ملعوبة على مشارف منطقة الجزاء، انطلاقا من الجهة اليمنى. أمير كمال، أمير كمال يلعب لعلاء الدين يوسف، علاء يوسف تمرير كرة في الجهة اليمنى، انطلاقا لصالح فريق المريخ. الطاهر الحاج يلعب كرة أمامية مرت إلى خارج الملعب مبعدة من محمد عمر لاعب الطرف الشمال. محمد عمر، رمي التماس لصالح فريق المريخ، ملعوبة تجاه كلتشي وصونوا. حسن كمال يشارك في هذه المباراة طبعا بعد غيبة من المشاركات. هذا اللاعب المنتقل من مريخ الفاشر. نتائج الأمس كما ذكرنا وتحدثنا طبعا الكل يعرف أنها انتهت كل الجولات برمز 6 مباريات في دوري سوداني. عصرا كان عندنا 3 مباريات. نتابع الركنية ونتحدث عن هذه الجولات وهذه المباريات، وبعد ذاك الترتيب اللي حدث بعد ذلك بالنقاط وحظوظ الفرق في البطولة اللي هي طبعا منحصرة تماما بين فريقي الهلال والمريخ فقط. كرة ملعوبة عكسية داخل منطقة الجزاء، ملعوبة بالراس مرت إلى خارج الملعب. بالأمس عصرا طبعا النيل الحسحيسة تفوق على الهلال كادوغلي بهدفين دون مقابل، وكذلك اتحاد المدني استضاف الأهلي الخرطوم، والأهلي الخرطوم تفوق عليه بهدف. وهنالك لقاء ثالث كان أيضا بين فريقي النسور والأمل وانتهى بالتعادل هدف لكل فريق، وأهلي شندي تفوق على المريخ الفاشر ب4 أهداف دون مقابل، وذلك الأهلي عطبرة اللي حول خسارته أمام الخرطوم الوطني من 2-1 إلى 3 أهداف مقابل لهدفين. والجولة التي كانت مساء بين فريقي الهلال والموردة
انتهت لصالح فريق الهلال بهدفين دون مقابل. بعد ذلك الهلال تصدر مؤقتا بفارق نقطة عن المريخ 58 نقطة، وأهلي شندي حافظ على مركزه الثالث في هذه المنافسة بقى 51 نقطة. وبعد ذاك يعني عندنا الأهلي عطبرة اللي متفوق على الخرطوم الوطني بالمواجهات المباشرة عندما فاز عليه هنا وهناك في عطبرة 2-0 و3-2، أصبح ممسك بالمركز الرابع في هذه المنافسة. أيضا الأهلي الخرطوم عمل 35 نقطة، مستوى ونقاط جيدة. وهنا نتابع الأهلي والمريخ من أجل الصدارة ومن أجل البقاء بين أندية الدرجة الممتازة. الأصفر يريد أن يمسك بالصدارة تماما ويصل إلى النقطة 60 وتفصل 3 نقاط عن البطولة في مباراة أخيرة، بينما الأهلي يسعى لكي يبقى بين الدرجة. تصادم بين علاء الدين وموسى بالسلامة إن شاء الله للاعبين. سلامات للاعب النادي الأهلي ولاعب المريخ علاء الدين. تصادم كان واضح طبعا، هو أبدا ما مقصود يعني. روجر وإبراهيم الفريقين أجروا عملية الإحماء منذ وقت مبكر، دخلوا إلى أرضية الملعب. هنا نشاهد علي جعفر يعود للمشاركة من جديد منذ الجولة الماضية بعد أن كان موقوفا. وهنا نشاهد روجر وإبراهيم وفي انتظار أن يحقق إنجاز لفريقهما المريخ من خلال الجولة هذه وجولة قادمة بإذن الله. وطبعا فريق المريخ يسعى لكي يفوز بدوري سوداني لهذا الموسم، موسم 2013، الموسم الساخن الحافل واللي فيه كل المنافسات ممتازة ومنتظمة. هنا نشاهد مشجعين المريخ طبعا بيعازروا في فريقهم منذ الدقائق الأولى في انتظار أن ينتصر في هذه المباراة، بينما الأهلاوية هنا على مقاعد البدلاء. دائما نذكر يعني مقاعد البدلاء في الأهلي فيها سليمان ومحمد منور وفريد وأحمد وإيمانويل ومايكل وإبراهيم وجمال وبدر الدين وصابر، بينما مقاعد بدلاء المريخ في هذه المباراة محمد إبراهيم سعيد السعودي، بلة جابر، أحمد الباشا، محمد موسى ظفر والزومة ومفضل ومرتضى كبير. كرة مع علي جعفر، لعبت لراجع عبد العاطي، خطأ لصالح فريق المريخ. علاء الدين يوسف يستعد للمشاركة من جديد. عاكف عطا بدأ التوجيه، خطأ لصالح فريق المريخ. ينفذ اللاعب حسن كمال. المريخ اليوم عنده غيابات، كابتن هيثم مصطفى وكابتن باسكال واحمد الباشا على مقاعد البدلاء. حسن كمال يعكس كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من الدفاع إلى خارج الملعب. ركلة الزاوية، ركنية أولى في هذه المباراة صالح فريق المريخ. حسن كمال ينفذ الركنية، ركلة الزاوية، كرة معكوسة عليه داخل منطقة الجزاء مبعدة من الدفاع. الرمضان عجب يلعب لراجع عبد العاطي. راجع عبد العاطي توزيعه داخل منطقة الجزاء، سيطرة من الدفاع الأهلاوي، تتمرر أمامية تجاه محمد عبد الله كول. تمريرة علاء الدين يوسف، يلعب كرة مبعدة من الطاهر الحاج، تتلعب لباتريك. باتريك في أهلي شندي ولعب في حي العرب بورسودان، وكرة مخطوفة من كول ولكن مخالفة لصالح فريق المريخ. تدخل مع الطاهر الحاج ومخالفة مريخية. علي جعفر، أمير كمال، لعبت كرة أمامية تجاه أوليفي داخل منطقة الجزاء، وكرة ملعوبة في المرمى، صد من حارس المرمى، مرت إلى خارج الملعب. ركلة الزاوية، شوف أوليفي سدد بقوة، على الإطلاق لم يكن يعكس هذه الكرة، يريد في المرمى مباشرة، بالتالي شكلت خطورة على المرمى وذهبت إلى خارج الملعب. ركلة الزاوية، ركلة الزاوية مرعوبة على مسار منطقة الجزاء، تعود للطاهر الحاج.
الطاهر يلعب كرة مباشرة في المرمى، التقاط لبكري الدش حارس مرمى النادي الأهلي مدني. علي جعفر ارجع الكرة لأكرم الهادي، هدوء نسبي في المباراة منذ الدقائق الأولى، ربما تكون عملية جس النبض. أبدا مباراة غير سهلة للفريقين، مباراة ممكن تكون فيها الشد وممكن يكون فيها أداء ممتاز بالدوافع فقط. المريخ يسعى للمحافظة على الصدارة إذا حقق الفوز، وأهلي مدني عنده القشة والفرصة الأخيرة للبقاء بين أندية الدرجة الممتازة. كرة ملعوبة من باتريك في وسط الملعب، اتمررت أمامية ل سياكا تيراوري. أوليفي ومحاولة المراوغة، تسديد في المرمى، مرت كرة إلى خارج الملعب قوية وخطيرة، ولكن كانت هناك راية مرفوعة قبل يمكن تسديد الكرة. إذا شاهدنا في إعادة اللقطة شوف الراية كانت مرفوعة منذ وقت مبكر جدا. مرات الحاجات زي دي بتعمل مشاكل شوية، يعني إذا ولجت الكرة الشباك ولم يلاحظ حكم المباراة إلى مساعده الثاني. طبعا يدير هذا اللقاء حسين حسب الله من ربك، ويساعده الدولي وليد محمد أحمد، والحكم المساعد الثاني ناجي علي دوكا من كوسي، والحكم الرابع محمد عبد الرحمن. وتحية لرباعي التحكيم خاصة يعني الحكم اليمين الدولي وليد محمد أحمد، ظل يعني في مشاركة ممتازة جدا من خلال هذا الموسم. التقيناه في مباراة التأهيلي بين فريقي الرابطة كوسي والمريخ كوسي، ومعه كمان الفاضل أبو شنب. كرة مرت إلى خارج الملعب، وحكم المباراة يحتسب مخالفة خطأ لصالح فريق النادي الأهلي. يتقدم لتنفيذ المخالفة لاعب الطرف الشمال محمد عمر ينفذ المخالفة لصالح فريق الأهلي. أبدا لم يهدوا المشجعين المريخاب. مخالفة زحمة داخل منطقة الجزاء حيث صد من اللاعبين، مخالفة لصالح النادي الأهلي. كرة ملعوبة على مشارف منطقة الجزاء، مرت إلى خارج الملعب، لم تكن متقنة التمريرة. لقاءات عديدة جمعت الفريقين الأهلي والمريخ من خلال منافسة دوري سوداني، ونتحدث عن يعني دائما معلومات واحصاءات الزميل الاستاذ عبدو قابل بصحيفه جون، يقول ان 21 مباراه لعبها المريخ مع اهلي مدني، المريخ فاز في 18 والتعادل كان حاضر في 3 مباريات، والخساره كانت في مباراه واحده. المريخ امام الاهلي كانت بهدفين دون مقابل، سجلهم عمر ملكيه وفتحي نيالا في مواسم ماضيه وسابقه. تاريخ يتحدث ويقول ذلك، وعبد قابل يوثق ويكتب ذلك. كرة ملعوبة مرت إلى خارج الملعب، رمي التماس لصالح النادي الأهلي. الأهلي 16 نقطة، المريخ 57 نقطة، المركز الثاني مؤقتا. طبعا بعد هذه المباراة نقول الترتيب النهائي. باتريك يلعب كرة على مشارف منطقة الجزاء مباشرة أمام الطاهر الحاج. الطاهر الحاج لاعب الطرف الأيمن يترك الكرة تمر إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح فريق المريخ. أكرم الهادي فرق طبعا بعد ختام منافسة هذا الأسبوع، طبعا تتوجه وتلعب الأسبوع الأخير اللي نتمناه أيضا مثيرا وحافلا. كرة تتلعب لباتريك، باتريك انطلاقة من الجهة اليمنى، تمرير كرة عمير كمال لاعب متوسط الدفاع، كرة قريبة من كول محمد عبد الله كول، تتمرر كرة أمامية تراوري، سياكا تراوري يمرر وتسديدة يسارية ومتابعة، كرة مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى.
ركلة مرمى ينفذ أكرم. الأسبوع الأخير أهلي مدني سيستضيف النيل الحصحيصة، والمريخ سيستضيف مريخ الفاشر على هذا الملعب. علاء الدين يوسف يلعب كرة لراجي عبد العاطي، راجي توزيعها في الجهة اليسرى لرمضان عجب، رمضان عكسية يسارية وتدخل وإبعاد من الدفاع. ممتازة للتمريرات في وسط الملعب بين الفريقين. اتلعبت كرة أمامية لعب لصالح النادي الأهلي، مرت إلى حارس المرمى أكرم الهادي. أمير كمال، رمضان عجب لأمير كمال، كرة تجاه أوليفيه، تدخل من المدافع حاتم رحال. توزيعات لصالح النادي الأهلي، كرة مرت في الجهة اليسرى، انطلاقة ومحاولة وانتهت إلى مخالفة لصالح فريق المريخ. طاهر الحاج يرتكب المخالفة. خطأ لصالح فريق النادي الأهلي. أيمن، كرة معكوسة تعود من جديد، سيطر لصالح النادي الأهلي. موسى كيتا، توزيع في الجهة اليسرى، انطلاقة لصالح النادي الأهلي وتمريرة داخل منطقة الجزاء. كول يلعب كرة في المرمى خطيرة، مرت إلى خارج الملعب. ممتازة التسديدة من محمد عبد الله كول، انتهت اللقطة إلى ركلة زاوية ركنية لصالح النادي الأهلي. شوف تسديدة كانت، ولكن اصطدمت الكرة بعلي جعفر ومرت إلى خارج الملعب. ركلة زاوية ركنية لصالح النادي الأهلي. معكوسة الركنية عالية، تدخل وإبعاد من أكرم وخالف واحتكاك مع حارس المرمى. خطأ لصالح فريق أكرم. غاندي، كرة مرت إلى خارج الملعب. رمية التماس تنفذ لصالح فريق الأهلي، تتحول لصالح فريق المريخ الآن. انطلاقة لأوليفيه، تمريرة كانت من علاء الدين، انطلاقة من الجهة اليسرى، محاولة دخول منطقة الجزاء عكسية خطيرة. جول لدغة من كلاتشي في المرمى. هدف أول لصالح فريق المريخ، هدف أول لصالح فريق المريخ بعد مرور 18 دقيقة. فريق المريخ يسجل الهدف الأول من اللاعب كلاتشي وسونوا، وتحتفل جماهيره بالهدف. كرة مباراة ممتازة بين الفريقين، ندية كانت موجودة أكثر من 15 دقيقة، وعندما وصلت المباراة إلى الدقيقة 18 أوليفيه يمرر وكانتش يضع الكرة في الشبكة وبكل الزوايا. إسماعيل الحاج وإكرام يورونا لقطة الهدف، هدف لصالح فريق المريخ من كلاتشي في الدقيقة 18. كلاتشي وسونوا هداف فريق المريخ في هذه المنافسة يسجل الهدف الأول في هذه المباراة. سلامة إن شاء الله لي. بينما هنا نتابع حديث بين كروجر وكلاتشي وعلاء الدين، فرصة يعني إسعاف مدافع فريق النادي الأهلي نتعرف عليه بعد قليل. السلامة إن شاء الله للاعب المصاب اللي نشوف في لقطة ربما اصطدم بالعارضة في اللقطة الماضية. شوف اللقطة، كلاتشي وضع الكرة في الشبكة
ويبدو انه اللاعب وجدي عبود اصيب في اللقطه الماضيه زي ما بنشاهد، وبنتابع في الاعاده اهو الصوره بتوضح كل شيء. لاعب وجدي عبود اصطدم بكالاتشي وبالتالي اصيب في اللقطه الماضيه، وبينما المريخ يسجل هدف الاول في هذه المباراه من اللاعب كالاتشي اوسون، والجماهير بتحتفل بالهدف. يتقدم المريخ الان على الاهلي مدني بهدف وحيد، وكروجر وابراهوما يتحدث مع حسن كمال هذه الايام، يعني بدأ المشاركه مع فريق المريخ، ودائما يعني نتمنى لكل اللاعبين الاداء المميز. اوليفي كانت انطلاقه من الجهه اليسرى وتمريره داخل منطقه الجزاء ووضعها في الشبكه وهدف، ووجدي ان شاء الله يعود ويبدا المشاركه من جديد. الان تبدا المباراه من وسط الملعب، كره ملعوبه في الجهه اليمنى، تمريره في وسط الملعب لصالح النادي الاهلي، انطلاقه لاوليفي مبعده من الدفاع. لاعبي الوسط يتحركوا في النادي الاهلي، يحاولوا التمرير من الجهات اليسرى واليمنى. كره تعود لعلاء الدين يوسف، علاء الدين يوسف تمرير كره في الجهه اليسرى، كالاتشي اوسون ويلعب لغاندي باتريك يتدخل، جعل كره لمدافع الاخر حاتم رحال، حاتم يبعد الى خارج الملعب، رميه تماس، رميه تماس لصالح النادي الاهلي او لصالح فريق المريخ. اتلعبت علاء الدين يوسف، علاء يلعب كره لراجع عبد العاطي، راجع عبد العاطي انطلاقه من الجهه اليسرى، تمرير كره في وسط الملعب، كره مبعده في الوسط تعود من جديد لصالح النادي الاهلي، دفاع مريخي ومخالفه في وسط الملعب. يلعب قائد الفريق الكابتن ايمن، كره في الجهه اليسرى لصالح النادي الاهلي، اتلعبت لايمن، ايمن قائد النادي الاهلي سيد راديان، تمريره في الجهه اليمنى، كره قريبه من اللاعب عصام عبد الحميد، عصام عبد الحميد يمر كره اماميه علي جعفر وحمايه للكره ومرت الى خارج الملعب. هنا صار هدف واضحه على مقاعد بدلاء النادي الاهلي، جهاز الفني بقياده عاكف عطا. علي جعفر تمرير كره لامير كمال وعرضيه لعلي جعفر، توزيعات للاعبي المريخ، كره مع راجع عبد العاطي، راجع عبد العاطي يلعب في وسط الملعب لعلاء الدين يوسف، علاء ويوسف وتبادل الكره بين اللاعبين، انتهت الى تمريره خاطئه. محمد عبد الله كول يسيطر على الكره، يحاول المراوغه، يلعب كره في وسط الملعب تعود من جديد لراجي، رد الخطا بخطا. غاندي يلعب كره اماميه قريبه من حارس المرمى بكري الدش، بكري يمر الكره اماميه في وسط الملعب، طاهر الحاج لاعب الطرف الايمن ولكن تعود لمحمد عمر، محمد عمر يلعب كره اماميه للاعب سياكا تراوري، انطلاقه تمريرات لصالح النادي الاهلي، كره قريبه من موسى كيتا، تتلعب كره من موسى كيتا في الجهه اليسرى، تنتهي لصالح امير كمال، امير كمال يلعب للطاهر الحاج، الطاهر الحاج انطلاقه من الجهه اليمنى وتدخل وخطا لصالح فريق المريخ من المدافع لاعب الطرف الايسر في النادي الاهلي محمد عمر. التدخل كان من محمد عبد الله كول اللي هو كان في خالد، لاعب الطرف الشمال محمد عمر، والطاهر الحاج ينفذ المخالفه لصالح فريق المريخ المتقدم على الاهلي بهدف سجله اللاعب كرتسي في الدقيقه 18. كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء، مضروبة بالراس، مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح النادي الأهلي. خلنا على الدقيقة 25 من شوط اللعب الأول. راسية كانت ملعوبة في المرمى زي ما بنشاهد في عادة اللقطة. بكر الدش يلعب كرة أمامية، علاء الدين يوسف تتمرر كرة في الجهة اليسرى، كرة مع عصام عبد الحميد، تمريرة لأيمن، توزيع لوجدي، أيمن حسن كمال تدخل ومخالف، لعب سريعا، أيمن يلعب في الجهة اليسرى، محمد عمر، محمد عمر قريب منه محمد عبد الله كول وداخل عليه رمضان عجب، ومخالفة لصالح النادي الأهلي، مخالفة لصالح النادي الأهلي المتأخر بهدف أمام المريخ.
يتقدم لتنفيذ المخالفة أيمن. أيمن خبرة كبيرة في الممتاز. راية مرفوعة، ركلة حرة غير مباشرة. هنالك راية مرفوعة وحكم المباراة يعلن ركنية. وليد محمد أحمد يقول ركلة حرة غير مباشرة. طبعا التفاهم مطلوب بين حكم المباراة ومساعد الحكم، وهو خلاص يعني الحكم يصير حسب الله استجاب لوليد محمد أحمد، ما حينزل رايته إلا يستجيب له وقد كان. كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، كرة لعبت. عاكف عطا بدأ التوجيهات. كرة في الجهة اليمنى، رمضان عجب انطلاقة لصالح فريق المريخ. رمضان لحسن كمال، حسن كمال خطأ لصالح فريق المريخ من اللاعب موسى كيتا. خطأ لصالح فريق المريخ. طاهر الحاج ينفذ المخالفة. كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء، مبعدة من الدفاع، تعود لغاندي. يمرر لطاهر الحاج. طاهر الحاج يلعب كرة رمضان عجب. رمضان عجب لغاندي. غاندي يعكس كرة جاء الآخر من الملعب. حسن كمال، كرة داخل منطقة الجزاء مبعدة من الدفاع. طاهر الحاج تدخل وإبعاد من الدفاع النادي الأهلي. كرة تمر قريبة من وسط الملعب. غاندي يلعب في الجهة اليسرى ولكنه يدخل إلى وسط الملعب ويساعد اللاعبين بالتمريرات والعكسيات. كانتشي وسونوا، راجع عبد العاطي، راجع يلعب لحسن كمال. حسن كمال ومراوغة لحسن كمال وإبعاد من الدفاع. تتمرر كرة، تمريرات لصالح النادي الأهلي. باتريك ولكن تعود لعلاء الدين يوسف. علاء لعلي جعفر. علي جعفر لأمير كمال. اتمررت علاء الدين يوسف. علاء انطلاقه من وسط الملعب. خطأ لصالح فريق المريخ. راجع عبد العاطي. كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء. جول، جول. كانتشي يضع الكرة في الشبكة هذه المرة برأسه. الأولى كانت لدغة والثانية كانت لمسة بالرأس، وهدف ثاني لصالح فريق المريخ من كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء. كانتشي يسجل فيها الدقيقة 29 الهدف الثاني لفريق المريخ في الدقيقة 29. شوف العكسية داخل منطقة الجزاء ولمسة بالرأس وهدف ثاني دقيقة 29. إذا كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء زي ما بنشاهد في الإعادة، وكانتشي يرفع رصيده من الأهداف. الآن يقترب كثيرا من مدثر كاريكا وعنده كان 9 أهداف وسجل هدفين اليوم، بالتالي عنده 11 هدف. شوف إعادة في اللقطة، كرة ملعوبة من وسط الملعب. كرة مرت دقيقة 29 هدف ثاني لفريق المريخ. خانف مع أوليفي. قاعد بدلاء المريخ. خطأ لصالح النادي الأهلي.
خطأ لصالح المريخ على مشارف منطقة جزاء النادي الأهلي. لاعب أيمن وعلاء الدين وهو يعني اللاعبين يعني ظلوا مشاركين في الدوري الممتاز ويلتقوا كثيرا في المباريات وفي المناسبات ومداعبات كده بعيدا عن الكرة وبعيدا عن سخونة الأداء داخل الملعب. المريخ يتقدم الآن على الأهلي بهدفين دون مقابل. علاء الدين يوسف وراجع عبد العاطي، كرة ملعوبة مباشرة في المرمى خطيرة مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح النادي الأهلي. كرة لراجع عبد العاطي مرت إلى خارج الملعب ومخالفة. لعبت كرة أمامية على مشارف منطقة الجزاء، تمريرات لصالح النادي الأهلي. طبعا زي ما ذكرنا انه جولات ساخرة هذه الايام في الملاعب المختلفة، خلاص 25 كل الموسم ده حينتهي في كرة القدم السودانية. نشاهد الفرق التي صعدت الى الدرجة الممتازة والفاز بالدوري الممتاز والفاز بدوري الدرجة الأولى في منطقته والصعد إلى دوري الدرجة الأولى في منطقته والهبط من دوري الدرجة الأولى. واليوم طبعا يعني ستطرق الصعود لدوري الدرجة الأولى الساخن جدا تواصل. كانت في مباراة ساخنة جدا في دار رياض أم درمان بين المتصدر كوبر اللي واصل صدارته بعد التعادل اليوم مع الناصر هدف وكده عمل 14 والناصر 13 والعباسية جاية من بعيد. بكرة لعبوا مباراة إذا فازت تعمل تبقى في الصدارة وتتواصل صخورة هذه المباريات اللي تبقت منها العدد القليل من المباريات والجولات. في الأيام القادمة نشاهد فريقين يصعدوا إلى دوري الدرجة الأولى. كذلك يمكن دوري الدرجة الأولى نفسه ساخن جدا هذه الأيام. يعني الاتحاد المحلي لكرة القدم بولاية الخرطوم قرر انه 5 مباريات تكون في يوم واحد، وهنا نشاهد انطلاقة مريخية جديدة وكرة محبوسة مرت الى خارج الملعب. 5 مباريات حتكون بيت المال مع مبدة والشجرة مع رامير والمهدية مع شباب ناصر والأحرار مع بري والجريف مع التحرير إلى تحديد بطل المنافسة اللي اقترب كثيرا منه يعني العديد من الفرق، وكذلك الفرق التي تريد أن تبقى بين هذه الدرجة الممتازة بعد أن ضمنت بعضها البقاء بعد أداء مميز في الموسم الماضي. ولكن لا تكون النظرة إلى البقاء إنما تكون إلى يعني الفوز بالبطولة. كرة ملعوبة علي جعفر، كرة مع باتريك قاعدي، كرة لعبت لصالح النادي الأهلي. سياكا تراوري راجع عبد العاطي وخطأ لصالح النادي الأهلي. كاريكا 12 هدف، تراوري 11، كالتشي عمل 11. كرة ملعوبة سرطا في المرمى، صد من حسن كمال تعود لصالح النادي الأهلي. ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راية مرفوعة، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل. برضو دائما أيضا يأتي الحديث لدوري التأهيل المؤهل للدوري الممتاز، ننتهز دائما مثل هذه الفرص. و كرة مع علي جعفر، لعبت أمير كمال،
كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، توزيعها داخل منطقة الجزاء، فرصة خطيرة صالح فريق المريخ وصد من الدش، وأوليفي يضع الكرة في الشبكة. هدف ثالث لفريق المريخ، الكرة في الشبكة، الهدف الثالث لفريق المريخ من اللاعب أوليفي في الدقيقة 35. الدقيقة 35 أوليفي يسجل الهدف الثالث لفريق المريخ. تمريرة وتوزيعها، صدة كانت من الدفاع ومن حارس المرمى، وأوليفي جات وسدد في المرمى وسجل الهدف الثالث لفريق المريخ. إذا فريق المريخ يتقدم على سيد الأتيام ب3 أهداف دون مقابل. الهدف الأول في دقيقة 18 والثاني في دقيقة 29، الاثنين من كالاتشي، والثالث في دقيقة 35 من أوليفي. كرة في وسط الملعب، روجر يتحدث بالنظرات ويوجه فيها التدريبات. كرة في وسط الملعب لصالح النادي الأهلي، موسى كيتا، إبعاد من الطاهر الحاج، تعود كرة لأيمن، محمد عبد الله كول، محمد عبد الله كول مرت إلى خارج الملعب لأنه في لاعب على الأرض. سلامة إن شاء الله، لاعب من النادي الأهلي على الأرض بالسلامة إن شاء الله. ومواصلة هذه المباراة. اللاعب المصاب علي السيد، علي السيد لاعب صغير السن ممتاز، قدم موسمين ممتازين مع النادي الأهلي. النادي الأهلي كان بين أندية الدرجة الأولى في مرتين. كرة لعبت في الجهة اليسرى، عاكف عطا. ابدا لم تكن المرة الأولى التي يدرب فيها النادي الأهلي، انما يمكن على المرة الثالثة. لاعب من الأهلي على الأرض بالسلامة إن شاء الله هو اللاعب محمد عمر، لاعب الطرف الشمال. سلامات للاعب محمد عمر. دخلنا على الدقيقة 39 من شوط اللعب الأول، والمريخ متفوق على الأهلي ب3 أهداف دون مقابل. لعبت كرة أمامية، أكرم الهادي، كرة لعبت في الجهة اليمنى، رمضان عجب، انطلاقة من الجهة اليمنى، حاول دخول منطقة الجزاء ومرت إلى خارج الملعب. شوف الانطلاقة من حسن كمال ومعه تدخل من الدفاع، دافع محمد عمر لاعب الطرف الشمال، وركلة الزاوية ركنية مريخية. أو هي مخالفة، خطأ لصالح فريق المريخ. غاندي ينفذ المخالفة، غاندي، كرة ملعوبة لحسن كمال ويضع الكرة في المرمى، ولكن تأخذ طريقة إلى خارج الملعب. ركلة مرمى، ركلة مرمى لصالح النادي الأهلي. شوف إعادة اللقطة، كرة ملعوبة علي جعفر، طبعا هنالك صراع آخر على صدارة الهدافين قبل أن نتحدث عن التأهيلي. الكاريكا 12 هدف، إسماعيل بابا 12 هدف، محمد كوكو 11 هدف، والليلة كانت سجل هدفين، عامل برضو 11 هدف.
خطأ لصالح النادي الأهلي. أيمن ينفذ المخالفة لصالح النادي الأهلي. كرة معكوسة على مشارف منطقة الجزاء، وكوالي يطير عليها ويحاول يضرب بالراس، ولكن الكرة مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى لصالح فريق المريخ. أكرم يلعب كرة أمامية. أكرم كرة ملعوبة في الجهة اليسرى، توزيعها لصالح فريق المريخ. مرت إلى خارج الملعب. علاء الدين يوسف علي جعفر محمد عبد الله كول معه علاء الدين يوسف. كرة مع راجي. راجي يلعب لأمير كمال. أمير كمال لعلاء الدين يوسف. علاء الدين يوسف يمرر كرة لكالاتشي. كالاتشي أصانوا، وتمريرة عرضية لأوليفي. أوليفي معه مدافعي النادي الأهلي. أوليفي يبعد الدفاع. الآن تبديل في فريق المريخ، خروج اللاعب كراتشي أوسونوا ودخول محمد موسى. طبعا يبدو انه هو كراتشي غير سيء في هذه المباراة، ولكن رؤية الجهاز الفني والمدرب يبدو انه عاوز يبدله عشان يدرجه في الأداء في المباريات، واضح ذلك يعني. دخول محمد موسى واسماعيل الحاج وجرهام بيذكرونا بالهدف اللي سجله. كرة مع راجع عبد العاطي، ياخذ منه باتريك. تمريرة في الجاري من لصالح فريق المريخ. محمد موسى انطلاقه وتمرير مبعدة من الدفاع. طاهر الحاج معه مخالفة، خطأ لصالح فريق المريخ. طبعا نسجل التهنئة الكبيرة لفريق الرابطة كوسي اللي صعد لدوري الدرجة الممتازة بعد فوزه على مريخ كوسي بهدف، وتبقت يعني هنالك مباراة تحدد الفريق الثاني الصاعد للدرجة الممتازة. بالتوفيق لهلال الفاشر وهلال الساحل أي منهما مرحبا به في الدوري الممتاز. وبعد ذاك اشوف يعني من خلال المباريات والجولة الأخيرة حي العرب لاعب مع مريخ كوسي في كوسي اللي يحقق الفوز ربما يلعب فاصلتين، واحدة مع زميله هلال الفاشر إذا خسر، أو يلعب مباشرة مع 12. تصفر معكوسة عالية ومبعدة من الدفاع، تعود لحسن كمال. حسن كمال انطلاق ومحاولة تمرير، لعبت أمامية قريبة من أكرم الهادي سليم حارس المرمى. 3 دقائق زمن بدل ضايع في شوط اللعب الأول. المريخ متقدم ب3 أهداف دون مقابل، كانت هدفين وأوليفي هدف. كرة مع محمد موسى داخل منطقة الجزاء، ولكن باتريك أقرب، يأخذ محمد موسى ومحاولة المراوغة. راجع عبد العاطي يمرر، ولكن الدفاع يتدخل. تمريرة كرة لعبت تجاه علي جعفر.
لعبت كرة أمامية برا اتجاه أمير كمال. باتريك يترك الكرة تمر إلى خارج الملعب. ربيع التماس انتهينا من الدقيقة الأولى سوى بدل الضيع ودخلنا في الدقيقة الثانية ونقترب من الثالثة. رمي التماس لصالح النادي الأهلي. كرة لعبت لحسن كمال، تراها من الجهة اليسرى لحسن كمال، تدخل نوجه إبعاد إلى خارج الملعب. رمي التماس صار فريق المريخ. أيضا لم تبرح الكرة نفس المكان. رمي التماس لصالح فريق المريخ، اتلعبت لحسن كمال. يمر حسن كمال يعكس كرة داخل منطقة الجزاء مع حارس المرمى بكر الدش. أمير كمال، رمضان عجب للطاهر الحاج، ثلاثي انتقل من فريق الموردة قبل موسمين. مرت إلى خارج الملعب. حزن طبعا خيم على المورداب، وهنا لقطة ممتازة لحسن كمال ومرور. لعبت كرة في الجهة اليمنى، انطلاقة من الجهة اليسرى لصالح فريق الأهلي، تتحول لفريق المريخ. أمير كمال يلعب كرة في وسط الملعب لأوليفي، مرفوعة ركلة حرة غير مباشرة، تسلل على اللاعب محمد موسى. ركلة حرة غير مباشرة. واصلين معكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعة لدوري السودان الجولة الأخيرة من الأسبوع 25. 6 مباريات انتهت، اليوم تختتم هذه الجولة ونستقبل الجولة الأخيرة في الأسبوع القادم يوم الثلاثاء. مباريات الجولة 26 والأخيرة، ويصدر الستار على منافسة الدوري السوداني موسم 2013، ونعرف من البطل ومن الفريق الذي سيبقى بين أندية الدرجة الأولى مع فريق الموردة. وهنا حكم المباراة حسب حسين حسب الله يطلق صافرة انتهاء شوط اللعب الأول لمباراة المريخ والأهلي بفوز المريخ ب3 أهداف دون مقابل، كالتشي هدفين وأوليفي هدف. مشاهدينا الكرام، لنا لقاء إن شاء الله في شوط اللعب الثاني. إلى ذلكم الحين مباشرة الاستوديو التحليلي قناة النيلين فاطمة الصادق ووشام الريشة والضوء قدم الخير والاستوديو التحليلي تلفزيون السودان بقيادة زهير عبادي. الكلمة إليكم في الاستوديو التحليلي. مرحبا من جديد كل المتابعين. إذن 3 أهداف للمريخ، 2 لكالتشي أوليفي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. 3 أهداف للمريخ تابعناها عبر شوط أول لهذه المباراة. أتمنى أنه كمان يكون في شوط ثاني مختلف، تكون فيه جرعة تدريبية، شوط المدربين وجرعة فنية أيضا عالية ومختلفة. مرحبا بكم من جديد الكباتن داخل الاستديو، ولكن خلونا نتابع هذه الأهداف ومن ثم نذهب إلى فاصل إعلاني ونعود. الهدف الأول يا كابتن الريشة لو متابعينه هي تمريرة كانت من أوليفي لكالتشي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول في المباراة. نعم، هو الأهلي قدم ربع ساعة الأولى حتى بادر بأول هجمة في المباراة كانت حقيقية من الأهلي، لكن لم يوفق في إحراز الهدف. طمع في الجيم شوية، حاول يهاجم، حصل عدم انضباط تكتيكي، تقدم الفريق بصورة ما مدروسة، خلقت فراغات في الجهة اليمنى استغلها المريخ بباص من وسط الميدان لأوليفي في الجهة الشمال.
مشى على اللاين بتاع المرمى وعكس الكوره. كلتشي كان متمركز تمركز جيد جدا رغم انه في وسط 3 لاعبين، لكن وضع الكوره بمهاره بداخل القدم الايمن في هدف كان جميل وملعوب. نعم نعم. يمكن الهدف الثاني برضه نتابع الهدف الثاني مع الكنترول. يمكن تمريرة أيضا من غاندي لكلتشي، أيضا كلتشي يحرز الهدف الثاني. يمكن كابتن الضبط طبعا برضه من الأهداف في رأيي الشخصي الأهداف الجميلة والأهداف أساسا يعني ممكن تكون كلتشي هو يعني متخصص في تلك الأهداف براسية. ثاني حاجة برغم من وجود مدافعين من فريق الأهلي برضه نفس كلام كابتن الريشة يعني ما في تمركز، مع انه في وجود مدافعين برضه اخذ كلاتشي. نعم تمريره هي من غاندي تقريبا. من غاندي تمريره كانت ذاتها محسنه و زي ما بنقول بالمقاس. ده الهدف الثالث يمكن برضه اللي هو احرزه اوليفيه في الدقيقه 35. ايوه نحن اذا شاهدنا اوليفيه ده لعب الباص. نعم. وبرضه اخر شيء اخذ خانه ثاني. نعم. والكره جات راجعه حرك بسرعه. ايوه. وكان في الصندوق واحرز الهدف بالتاكيد. التوقف بتاعه كان برضه جيد يعني اتوقع. نعم. خلينا نمشي الكنترول وفاصل اعلاني ونعود من ثم استديو تحليل مباراه المريخ والاهلي مدني. عشان أعمالنا وعشان التواصل خدمة واصل أعمالنا، الهاتف المكتبي من سوداني والكلام من واصل لواصل مجاني مع ميزة الأرقام المختصرة للمؤسسات ورجال الأعمال. واصل أعمالنا وخليك سوداني. وزارة الصحة الاتحادية البرنامج القومي لمكافحة الملاريا وقسم المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحملة القومية العاشرة لتوزيع الناموسيات المشبعة طويلة الأجل ولايات النيل الأزرق، القضارف، شمال كردفان، جنوب كردفان، غرب كردفان، كسلة، النيل الأبيض، الجزيرة والخرطوم، تحت شعار نحو تغطية شاملة بالناموسيات المشبعة طويلة الأجل في الفترة من 9 إلى 25 من نوفمبر 2013 تحت رعاية السيد وكيل وزارة الصحة الاتحادية. ربنا الرزاق اتكفل بالأرزاق لكنه أمر الناس للسعي في الآفاق لحفلة وقلاب لكل الشاحنات عربات تجازلين دفارة وبصات الزيت يكون أورانيا أعلى ما وصلت إليه تكنولوجيا زيوت الديزل في العالم CJ4. أورانيا الحماية القصوى، أورانيا العناية الفائقة، أورانيا فترات الغيار الطويلة، أورانيا من بتروناس، الثقة هي الأساس. محلول الهير كنترول، مفخرة الصناعة السودانية، هو المنتج الأوحد الذي يعيد إنبات الشعر طبيعياً خالي من الشيب، يعالج كل مشاكل تساقط وتقصف الشعر وكل أنواع الصلع، خاصة ما يسمى بالصلع الوراثي، يعمل على إزالة القشرة من الشعر وفروة الرأس نهائياً. والمفاجأة بداية نمو الشعر بعد 20 دقيقة من استعمال محلول الهير كنترول.
Hair control is the best solution for my hair. It's really amazing. كانت عندي مشاكل بتاع تصاغ شعر وقشرة، استخدمت الهير كنترول حل لي كل مشاكل الشعر. أنا كنت بعاني من مشكلة الصلع، استعملت محلول الهير كنترول واستعدت شعري كامل أسود خالي من الشيب ولم يتساقط أبدا حتى الآن. اختار زيت ماك 5 بدرجة أداء SM من أعلى ما وصلت إليه تكنولوجيا زيوت البنزين في العالم. نجاحك في اختيارك ماك 5 لحماية قصوى ونظافة فائقة للمحرك. ماك 5 لفترات غيار طويلة. ماك 5 من بتروناس، الثقة هي الأساس. هذا البرنامج برعاية سوداني. مرحبا من جديد كل المتابعين. استديو التحليل لمباراة المريخ والأهلي مدني. 3 أهداف في الشوط الأول للمريخ، 2 لكالاتشي وأوليفي هدف ثالث في الدقيقة 35 من الشوط الأول. مرحبا بكم كباتن داخل الاستديو. كابتن ريشة، تعليقك شنو إجمالا على الشوط الأول؟ ويمكن كما توقعت استطاع المريخ أن يقلب الطاولة منذ بداية المباراة في الدقيقة 18 هدف لكالاتشي وهدف آخر أيضا ثم هدف ثالث لأوليفي في الدقيقة 35. والله ملاحظتي عن الشوط الأول كما توقعنا أن المريخ حينزل باستراتيجية أنه يحرز هدف مبكر يريح الأعصاب، والمريخ عمل على جمل تكتيكية بأطراف الملعب. نعم. في الشمال كان بيتكون من علي جعفر وغاندي، وقدامهم بيكون حسن كمال، وقت الكرة تمشي للمرحلة بتاعت المقدمة بيكون حسن كمال وغاندي. أوليفي بياخد في الجهة الشمال، عكس الجهة اليمنى الراجي والطاهر الحاج وكان أمير كمال. في المقدمة كان كالاتشي بتواجد دائما في ظل المهاجمين. الأهداف اللي أحرزت كان بالحركة السليمة، استغلال المساحات الأمامية، المهارة في وضع الكرة، الوقوف الخطأ واستغلال الأخطاء لدفاع الأهلي. رغم كثافة عدد اللاعبين الأهلي في منطقة الوسط، لكنهم في الكرة المعكوسة كان بينظروا للكرة بيتركوا اللاعب المتحرك وهو الأكثر خطورة. نعم. خبرة اللاعبين في المريخ برضو قالت كلمتها. الجون الثاني بعتقد من اجمل الاهداف لانه كان فيه عمليات فولوينج، كمل الكره للامام، اتناقل الكره 1 3 اول مره، ثاني مره جاته مرتده كمل عليها، كان هدف جميل. بعتقد انه الواقع والارقام قالت كلمتها في هذا الشوط. نعم. تعليقك شنو يمكن كابتن الضوء على اداء يعني الاهلي مدني؟ يمكن بكري الدش استقبل الشباك واستقبل الشباك و3 أهداف. لاحظنا انه كان في خلل واضح، في عدم انسجام في خط الدفاع بالنسبه لاهلي مدني. اجمالا تقييمك من ناحيه فنيه لاداء الاهلي مدني او ابناء عاكف عطا؟ طبعا برضه نحن نفس الكلام اللي قلناه في بدايه هذا الاستوديو، انه عاكف حيلعب باستراتيجيه انه دفاعيه على اساس انه يقدر يعتمد على الكونتر اتاك. لكن انا في رايي الشخصي انه حتى الكونتر اتاك بيحتاج لنوعيه معينه من اللاعبين يمتازوا بالسرعه، يمتازوا بالحركه بدون كوره وبالكوره. يعني المشكله اهلي مدني في التلت بتاع الاختراق والتلت بتاع الحركه والتلت بتاع التحسين والتنويع فيه مشكله كبيره جدا جدا. نعم. لانه معظم لاعبين اهلي مدني تحسبهم في بطيئين الحركه. نعم. ويعني ما بيتحركوا باستراتيجيه على اساس انه يقدروا شنو يستفيدوا من الكور اللي ممكن يستحوذوا عليها او يستخلصوها من التلت الدفاعي بتاع فريقهم. الشيء الثاني يعني زي برضه قال كابتن الريش، يعني في تمركز وكسرت عدد اللاعبين، كسرت كثافه عدديه من اللاعبين في خط الدفاع، لكن بدون شنو؟ بدون تمركز. نعم. يعني حتى لو شاهدنا بالذات الهدف الاول يعني بيقول لك في من اخطاء المدافعين انه الجري المتاخر للكوره، يعني الكوره دي كانت في اتجاه اوليفي، يعني كان في بطء من المدافع الاخير، يعني كان ممكن يطلع لاوليفي على اساس انه شنو يقدر شنو يحد من الزاويه بتاعته التمرير بتاعته. لكن سمح له حتى ما وصل مرحله انه يمرر التمرير السليمه واستفاد منها كالاتشي، لانه اساسا برضه زي ما قال كابتن ريشه استفاد برضه المريخ استفاد من خبراتهم كثير، استفاد من خبراتهم، لانه حتى هذا الجون الاول استعمل فيه كالاتشي ايوه
نعم. يعني شوف اخذ الوضع السليم والتمرير السليمه والتنفيذ السليم. نعم. بالذات برضه الجون طبعا الثاني في تمركز صحيح كان أيوة. بالنسبه لكالتشي. نعم. فانا في رايي شخصي انا عاكف لو ما طلع من هذه الاستراتيجيه، لانه اساسا فيها بطء كثير جدا، وثاني حاجه هو معتمد على مهاجمين في الامام، وهو اسم مدخل بثلاث اهداف، لابد منه يعني يحاول يزيد الناحيه الهجوميه على سن شنو يقدر يغلس فرق هذه الاهداف. نعم. لاحظنا كمان انه عندهم اشكاليه في اللمسه الاخيره، يمكن كان في محاولتين للاهلي مدني في الشوط الاول للمباراه دي، ولكن لم تكلل من النجاح بالتاكيد. تعليقك شنو يمكن كابتن الريشه على التمريرات الخاطئه؟ لاحظنا يعني جمله من التمريرات الخاطئه في المباراه، اذا كان من المريخ او الاهلي مدني، هل بتعتقد انه دي كان لها تاثير الواضح في شكل الفريقين في الشوط الاول؟ والله التمريرات الخاطئه دي في عنصر في اللياقه، وهو الرشاقه والمرونه يفتقر اليها اللاعب، فلمسه الكوره بتكون خطا، محل الدقه يستعمل قوه ومحل القوه يستعمل دقه. في جانب المهاري، التكرار بتاع الحركه، اول حاجه اللاعب في السودان اغلب اللاعبين بيلعبوا بداخل القدم. نعم. داخل القدم بتكون مغروءه للمدافع، اي مدافع عنده توقع سليم بيقطع الكوره. نعم. الكوره قد تكون بخارج القدم او بمقدمه القدم او بالكعب، بيكون فيها التحسين التنويع اللي بيتكلم عنه، يعني عمليات تغيير شكل اللعب، لكنه يكون وفق رؤيه جماعيه، يعني ما يكون في لاعب واحد بس يعمل الحركه دي. نعم. كل الفريق يشتغل كده، المدافعين ما بيقدروا يقروا الكوره، بالاضافه الى اللاعب ما عنده الاحساس بتاع الزمان والمساحه، ودي اللياقه النفسيه. يعني مثلا لو في هيثم مصطفى بيعرف يلعب الباص حسب قدره اللاعب الماشي يستفيد من الجريه، لكن اللاعبين هسه بيلعبوا بمجهود بدني اكثر من العقل. نعم. هل بتعتقد انه محمد موسى سيكون كرت ناجح لكروجر في الشوط الثاني؟ هو يمكن سحب كلتشي في الدقائق الاخيره من الشوط الاول ودفع بمحمد موسى، يمكن محمد موسى كان تالق في المباراه الاخيره لنيل الحصاحيصه، واستطاع انه يحرز هدف، واستطاع ايضا يعني يمكن المريخ من احراز هدف اخر بواسطه ضربه جزاء كانت معه ايضا في الدقائق الاخيره من شوط المباراه الثاني. هو قراءة مستر كروجر على اساس انه يعني كلتشي خشى باستراتيجيه وبفهم الجهاز الفني وادى عليه، عشان كده كروجر سحب على اساس انه يعطي برضه فرصه لاحمد موسى عشان يكون بديل ناجح له في المباراه الاخيره او في مقبل المباريات. فبفتكر انه محمد موسى لابد انه يستفيد من هذه الفرصه، لانه الزمن تقريبا اللي اتاحوا له كروجر زمن كبير جدا جدا، لانه ده جزء من الشوط الاول وحيديه برضه الشوط الثاني، عسى ولعل انه يقدر يترجم له برضه الحاجات اللي هو عايزها على اساس انه يكون شنو بديل ناجح في المباريات المقبله. نعم. تعليقك شنو يا كوتش الريشه في الثلاثي العايد من الاصابه؟ يمكن حسن كمال وعلي جحفر وعلاء الدين يوسف اداؤهم في الشوط الاول باعتبار انه هم فقدوا حساسيه المباريات لفتره من الزمان، الدفع بهم في المباراه دي كان بغرض يمكن الدخول في فورمات المباريات من جديد، ويمكن نحن الشوط على وشك البدايه الشوط الثاني. والله انا بعتقد انه علي جحفر وعلى الدين يوسف اساسا مواصلين في الدوري، يعني نعم. ممكن غيابهم من المباراه لاصابه او للكرد ما بتاثر في لياقتهم، لكن نعم. الظاهره الجيده انه حسن كمال ابدا مهارات جميله، نعم. حتى عمل مراوغه نعم. غير مدروسه في الدوري الممتاز. مباشرة إلى ملعب استاد المريخ لمتابعة مجريات شوط اللعب الثاني بعد أن استمعتم إلى التحليل الفني لهذه المباراة في الشوط الأول والذي انتهى مريخيا بثلاثة أهداف دون مقابل. إذا لا تغيير في التشكيلتين اللتين بدأتا المباراة باستثناء طبعا خروج كلتشي ودخول لاعب محمد موسى. وجدي يلعب كرة أمامية، مريخ بنفس التشكيلة، أكرم وعلي جحفر وأمير كمال والطاهر وغاندي وعلاء يوسف وراجي ورمضان وحسن كمال وأوليفي ومحمد موسى بديل لكلتشي طبعا. أما الأهلي بكر الدش ووجدي عبود، حاتم رحال، عصام عبد الحميد، محمد عمر، موسى كيتا، علي السيد، علي بادي، باتريك وأيمن وسياكا تراوري ومحمد عبد الله كون. كرة لعبت داخل منطقة الجزاء قريبة لحارس المرمى أبو بكر الدش. لعبت كرة في الجهة اليمنى مبعدة من الدفاع المريخي، تعود في وسط الملعب. كيف هنالك طبعا شايف في تبديل في النادي الأهلي، دخول اللاعب رقم 9 اللي هو إبراهيم. رمية تماس لصالح فريق المريخ، اتلعبت من الطاهر الحاج، أوليفي مبعدة، تعود للطاهر الحاج لعلاء الدين يوسف،
توزيع في وسط الملعب لراجي، علاء يوسف لعبت لاوليفي، مقطوعه لصالح النادي الاهلي. علي السيد انطلاقه وتمريره اماميه. علي جعفر يلعب كوره في وسط الملعب لعلاء الدين يوسف. علاء يوسف انطلاقه لراجع عبد العاطي. راجع عبد العاطي تمرير كره في الجاري يسرى لغاندي. غاندي يلعب كره في وسط الملعب لعلاء الدين يوسف. علاء الدين يوسف تتمرر كره اماميه، تعود كره لاوليفي. اوليفي يعكس كره داخل منطقه الجزاء مع حارس المرمى بكري أدش. علاء يوسف، رمضان عجب، غاندي، كرة تمريرة لحسن كمال، انطلاقة من الجهة اليسرى. حسن كمال محاولة المراوغة، الكرة مرت إلى خارج الملعب، انتهت إلى رمية تماس. رمية تماس لصالح النادي الأهلي. كرة اتلعبت أمامية في وسط الملعب. علاء الدين يوسف يلعب كرة أمامية. علي جعفر، هي خلفية مش أمامية لأنه راجع لمنطقة دفاعه. أكرم يلعب كرة في الجهة اليمنى، انطلاقا لرمضان عجب، محاولة دخول منطقة الجزاء. إبراهيم، تدخل من إبراهيم. يبدو انه دخل بديل في مكان اللاعب عصام عبد الحميد. لم أشاهد حتى الآن الرقم 13 لاعب الطرف الشمال، بالتالي عصام عبد الحميد هو بديله إبراهيم رقم 9. كرة في وسط الملعب، تمريرات لعبت لإبراهيم البديل في شوط اللعبة الثاني. إبراهيم انطلاقة من الجهة اليسرى، كرة انطلاقة مرت إلى خارج الملعب، ركلة مرمى لصالح فريق المريخ. أكرم يلعب كرة أمامية تجاه اللاعب محمد موسى، ولكن قريبة جدا من حارس المرمى وجدي. محمد عمر يلعب لسياك التراوري، تمريرة في الجهة اليسرى لإبراهيم. إبراهيم يوزع اللعب في الجهة اليمنى، هدوء في الألعاب ولا وجود للهجمات، ولكن هنا انطلاقة وقريبة من حارس المرمى بكري الدش. بكري الدش يسيطر على الكرة، يمرر في الجهة اليسرى لوجدي. وجدي عبود، حقيقة طبعا يعني دائما في كرة القدم لا أدري لماذا طبعا يحدث التدهور الكبير لبعض الفرق والتراجع في النتائج. إذا نظرت إلى تشكيلة الأهلي يعني لاعبين بحجم من العيار الممتاز جدا، سواء كان وجدي عبود، سواء كان حاتم رحال، أو يعني عصام عبد الحميد، موسى كيتا، علي السيد، كول، يعني أسماء ظلت تقدم مستوى ممتاز جدا، خاصة في الموسم قبل الماضي اللي صعدت به الفريق إلى الدرجة الممتازة بعد أداء مميز. لكن هناك طبعا دائما بعض المشكلات وبعض التي تظهر في الفرق، ويمكن أبرزها على الإطلاق طبعا يعني تبديل المدربين الكثير وعدم يعني الاستقرار الفني يؤثر سلبا على طبعا شكل الفريق. يعني دائما نتحدث عن ذلك الأمر، استقرار فني، دعم موجود، تفكير إداري رصين، استقرار فني موجود، أداء مميز ونقاط تحصد. ونشاهد يعني بعض الفرق اللي قدمت لنا تجربة ممتازة جدا من خلال هذا الموسم، الأهلي عطبرة، مريخ الفاشر، الأهلي الخرطوم، والعديد من الفرق اللي ظلت تقدم في مستوى ممتاز جدا. خرطوم الوطن اللي عمل نصف موسم جيد، ولكن عليه أن ينظر برضو في الدورة الثانية على الإطلاق لم يكن جيدا. الخرطوم الوطني هذا الفريق العريق الجميل، وبعد ذلك يعني بعض الفرق طبعا راية مرفوعة ركلة حرة غير مباشرة
بعض الفرق خاصة فريق المورد اللي هبط أيضا هنالك أسباب عديدة. وهنا نشاهد اللاعب مايكل يستعد للمشاركة. طبعا عقب نهاية هذه المباراة ربما يعني إذا انتهت على هذا الحال نودع النادي الأهلي مع الموردة إلى الدرجة الأولى، وفي انتظار من الذي سيلعب مع ثالث الدوري التأهيل المؤهل للدوري الممتاز. طبعا كل ذلك عقب صافرة الحكم وكيف ستكون نتيجة هذه المباراة. كل شيء وارد في كرة القدم. هنا تبديل لصالح فريق الأهلي. أهلي بيجري تبديله الثاني. كرة ملعوبة، خروج اللاعب رقم 21 في فريق النادي الأهلي اللي هو سياكا تراوري. كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء لصالح النادي الأهلي. كرة في الجهة اليمنى اتلعبت أمامية، تعود لموسى كيتا، خالف كرة معكوسة من إبراهيم، مبعدة من علي جعفر، تعود هو يعني تقلت شارة القيادة اللاعب عصام عبد الحميد وخرج طبعا اللاعب أيمن. إبراهيم كرة لصالح فريق المريخ. طاهر الحاج يلعب كرة أمامية لمحمد موسى، خطأ لصالح النادي الأهلي مع وجد عبود. المدرب العام للنادي الأهلي مدني. عشر دقائق من انطلاقة شوط اللعب الثاني. نتيجة المباراة كما كانت في شوط اللعب الأول، تقدم المريخ بثلاثة أهداف دون مقابل، كالاتشي هدفين وأوليفي هدف. علامة التأفف ظاهرة على المدرب العام بالنسبة لفريق النادي الأهلي. أكيد طبعا يمتعد كثيرا من تلقي ثلاثة أهداف في شوط اللعب الأول، وهو الذي يريد أن يسجل وأن يفوز بهذه المباراة كأمر أخير والبقاء بين أندية الدرجة الممتازة. ولكن هو حال دائما كرة القدم، نتابع ونشاهد مجريات ما تبقى من زمن شوط اللعب الثاني، انطلاقة وعكسية ولكن مرت من اللاعب الوافد الجديد في تشكيلة النادي الأهلي مايكل. مرت الكرة إلى خارج الملعب، ركلة الزاوية، ركنية لصالح النادي الأهلي. لعبت الركنية لإبراهيم، مايكل يعكس كرة وتمر خارج الملعب، ركلة مرمى. إعادة للقطة، وكل شاردة وواردة بتأتيكم من الزملاء الأعزاء إسماعيل الحاج وأبو بكر شريف وسام طه ومحمد زين وفريق عمل متكامل بقيادة أستاذ جابر الزين مردس منتج هذه المباراة والرحيم، وذلك يعني الزملاء الأعزاء في التصوير فاتح مهدي وعادل حمودة عبد الغفار عبد الفتاح ويوسف يعقوب. للكل التحية وهم يجوبون ملاعب السودان المختلفة نقلا لمباريات دوري السودان لكرة القدم، ويجب أن نعطيهم حقهم في هذا التوقيت ونحن نقترب من نهاية الدوري السوداني ل 2013. كرة ملعوبة لعلي السيد، علي السيد يلعب كرة أمامية لمايكل، مايكل لعلي جعفر، انطلاقة ومرت إلى خارج الملعب، رمية تماس.
خطأ لصالح النادي الأهلي. مخالفة عراوية معكوسة داخل منطقة الجزاء أو ملعوبة في المرمى مباشرة، ولكن مرت إلى خارج الملعب من الجديد في التشكيلة مايكل. لعبت من إبراهيم، كرة داخل منطقة الجزاء مايكل ومحاولة التسديد في المرمى ولكن إبعاد من الدفاع. راجع عبد العاطي، لعبت كرة أمامية بكر الدش. الأهازيج والأغنيات هنا حاضرة في ملعب استاد المريخ تشجيعا منذ الدقائق الأولى. مشجعين المريخاب عاوزين يحتفلوا باللقب إذا واصلوا التفوق في هذه المباراة والمباراة القادمة. التشجيع متواصل وكما نشاهد دائما هناك يعني في اللوحات العديد من العبارات، وتتوسط هذه العبارات حملة التشجيع المثالي اللي دائما حاضرة في كل مباريات دوري السوداني، ونتمناها دائما موجودة مع تسامح رياضي وتشجيع مثالي. يكون عندنا يعني كورة ممتازة نستمتع بها كلنا إن شاء الله، خالية من الشوائب اللي دائما بتحدث من الذين لا يريدون الاستمتاع بكرة القدم في الملاعب السودانية. 3-4 يعني من المشجعين الغير جيدين ممكن يؤثروا تأثير غير جيد على مجريات بعض المباريات. يعني نتمنى دائما أنه تكون الغالبية للتشجيع المثالي والتسامح الرياضي. هنا حسن كمال وبديل له مرتضى كبير. حسن كمال يترك مكانه لمرتضى كبير. لعبت كرة في وسط الملعب، عصام عبد الحميد، كرة لمرتضى، رمضان عجب، أكرم الهادي، رادع من وجه عبود، كرة في وسط الملعب، أكرم، الطاهر الحاج وأمير كمال. أمير كمال يلعب كرة أمامية تجاه رمضان عجب قبل المدافع ياخذ محمد موسى. هو الآن مع رمضان عجب يلعب لأوليفي. أوليفي تدخل من موسى كيتا، كرة مع محمد موسى، راجي يلعب لأوليفي، مرتضى كبير، كرة بعيدة مع حارس المرمى بكر الدش، لعبت أمامية، عصام عبد الحميد، كرة مرت أمامية، أكرم الهادي سليم، تمر كرة قريبة للدش، بكري الدش. والدش طبعا غالبا ما يكون التسمية بحارس مرمى المريخ الراحل عبد العظيم الدش، واللي أيضا سمي نسبة لإيجاد في التقاط الكرات شبه بالدش. وهنا بكري الدش برضو، وكرة خطيرة ومحمد موسى يراوغ حارس المرمى ويضع الكرة في الشبكة. جول، جول، الهدف رقم 4، هدف رقم 4 لفريق المريخ من اللاعب محمد موسى. محمد موسى يسجل الهدف الرابع في الدقيقة 17. محمد موسى سجل في مرمى النيل حسن في الأسبوع الماضي، والآن يسجل أيضا في مرمى أهلي مدني في الأسبوع الحالي، وكرة في الشبكة، هدف رقم 4 لفريق المريخ
على النادي الأهلي 4 أهداف دون مقابل. كلتشي هدفين، دقيقة 18 دقيقة 29 دقيقة 35 أوليفي في الشوط الثاني، دقيقة 17 محمد موسى. محمد عبد الله كول يلعب كرة في الجهة اليمنى، تتلعب في وسط الملعب، تتمرر لإبراهيم. إبراهيم يلعب في الوسط لعصام عبد الحميد. علي السيد مرت إلى خارج الملعب، ركلة الزاوية لصالح النادي الأهلي. ركنية أهلاوية، لعبت عارض داخل منطقة الجزاء، التقاط لأكرم. أكرم يمر الكرة مرت لراجي، لأوليفي، لمرتضى، تدخل وإبعاد من اللاعب حاتم رحال، مرت إلى خارج الملعب. غاندي ينفذ التماس، لعبت لعلاء الدين يوسف. علاء يحاول اللعب للطاهر الحاج داخل منطقة الجزاء، راية مرفوعة، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل لاعب رمضان عجب. طاهر الحاج مبعدة من إبراهيم، اتلعبت لإبراهيم لمايكل، مايكل انطلاقة من الجهة من وسط الملعب وتمرير لعلي السيد. علي بادئ، تتمرر في الجهة اليمنى لصالح النادي الأهلي. باتريك يحاول ولكن تدخل من اللاعبي المريخ، تتلعب كرة في الجهة اليمنى. رمضان عجب، الطاهر الحاج، توزيع في توزيعات بين لاعبي فريق المريخ. وجدي يلعب لحاتم، إبراهيم يمر كرة أمامية، الطاهر الحاج، تدخل وخطأ لصالح فريق المريخ. البطاقة الصفراء خرجت للاعب إبراهيم لأول مرة في هذه المباراة. إبراهيم طاهر الحاج يلعب لعلاء الدين يوسف، مرتضى كبير، علاء يوسف، الطاهر الحاج، غاندي، طبعا المريخ يعني إذا اقترب كثيرا من الفوز بهذه المباراة يعود للصدارة ب 58 نقطة، ويبقى الترتيب كما هو. يعني زي ما شاهدنا وتابعنا المطاردة اللصيقة بين فريقي الهلال والمريخ في المباريات في الصدارة، وكذلك هنالك صدارة أخرى تنتظر الهدافين لهذه المنافسة، وتبقت جولة واحدة، وكاريكا ومعاوي إسماعيل بابا على رأس القائمة ب 16 هدفا، وكذلك محمد كوكو 11 هدف. الليلة كلتشي برضو عمل 11 هدف، والبقية تأتي طبعا ديل في القائمة الأولى على اعتبار أنهم متقاربين، وممكن في المباريات القادمة. وهنا نشاهد يعني دائما حضورا بالأزياء المميزة تشجيعا ومؤازرة، لقطة لمشجعة مريخية صغيرة تعشق المريخ وتعشق كرة القدم وترتاد الملاعب دائما وأبدا، والصورة تلتقط، وهن أيضا
تعودنا منهن أن يأتين إلى الملعب مشجعات لفريق المريخ. كرة ملعوبة في الجهة اليمنى، الطاهر الحاج، تمريرات مريخية، طبعا هو المريخ بيجري التبديل الثالث، خروج الطاهر الحاج ودخول اللاعب ظفر. طبعا الاهلي اجرى تبديلين، ادخل مايكل رقم 25 وادخل ابراهيم رقم 9 زي ما ظللنا متابعين، وهو في طريقه لاجراء التبديل الثالث. ادخل مايكل رقم 25 وادخل اللاعب ابراهيم رقم 9. والان نشاهد اللاعب رقم 17 اللي هو فريد يستعد للمشاركه. فريد يستعد للمشاركه في النادي الاهلي، وخرج طبعا سياكا تراوري، وكذلك خرج ايمن كابتن الفريق. وسنشاهد من اللاعب الذي سيخرج في التبديل الثالث للنادي الاهلي والاخير. طبعا 3 تبديلات فقط. كرة مع محمد عبد الله ظفر لاعب الطرف الايمن مكان الطاهر الحاج، يلعب كرة امامية. كرة في وسط الملعب، كيتا، عصام عبد الحميد اللي تغلط شارة القيادة بعد خروج ايمن. كرة مع محمد عبد الله كول، مرت الى خارج الملعب، ركلة مرمى. ركلة مرمى. الان خروج اللاعب باتريك ودخول اللاعب فريد. باتريك القادي هذا اللاعب اللي ظل يعني مشاركا، لعب في حي العرب بور السودان، ولعب في الاهلي شندي، والان في اهلي مدني. كرة ملعوبة، علاء الدين يوسف. كرة في وسط الملعب، خطأ لصالح فريق المريخ مع اللاعب علاء الدين يوسف. لاعب علاء الدين مصاب، بالسلامة إن شاء الله، ومواصلة هذه المباراة. شوف محمد موسى ولقطة إعادة الهدف الرابع. شكرا لزملائنا الأعزاء ومتابعة كل صغيرة وكبيرة داخل المستطيل الأخضر طبعا لهذه المباراة في دوري سوداني، وفي ختام مباريات الأسبوع 25 للمنافسة، وبعدها تستعد الفرق لاستقبال الأسبوع 26 اللي حيكون كالآتي: فريق المريخ حيستقبل مريخ الفاشر، فريق الأهلي مدني حيستقبل النيل الحصحيصة، الخرطوم الوطني يستضيف اتحاد مدني، والهلال كادوغلي يستضيف الأمل، والموردة لعبة مع أهلي عطبرة، والهلال مع أهلي شندي، وأهلي الخرطوم مع النسور الخرطوم. مباريات أيضا كلها مهمة للفرق طبعا، باستثناء التي يكون فيها ربما الموردة اللي هبط إلى الدرجة الأولى. موردة لعبة مع أهلي عطبرة، وأهلي عطبرة طبعا تهم هذه المباراة كثيرا، هو عاوز ينافس الخرطوم الوطني حتى إذا حقق الفوز على الموردة والخرطوم الوطني حقق الفوز يبقى هو محافظا على مركزه الرابع. دي شراسة التنافس هنا. أما بقية الفرق طبعا النسور والنيل إذا تأكد اليوم هبوط الأهلي مدني مع الموردة عقب انتهاء هذه المباراة والتي حتى الآن تستمر إلى بعد منتصف شوط اللعب الثاني، تقريبا الدقيقة 27 من شوط اللعب الثاني، والمريخ متقدم ب4 أهداف دون مقابل. بعد ذاك النسور والنيل واحد فيهم ربما
كرة لعبت رمضان عجب، توزيع داخل منطقة الجزاء، كرة قريبة من بكري الدش. محمد موسى ولكن مبعدة من الدفاع. أوليفي علاء الدين يوسف يلعب كرة لضفر، تتمرر كرة في وسط الملعب. عاري السيد صالح النادي الاهلي، تمريرات سامع عبد الحميد يلعب لابراهيم. موسى كيتا، تمريرات اهلاويه. موسى كيتا، عصام، مخالفه لصالح النادي الاهلي في وسط الملعب. لعبت لابراهيم، كرة يقطع أوليفي وداخل معه وجدي. أوليفي يمرر كرة عرضية ومرتضى ومحمد موسى يلعب الكرة في المرمى وقريبة من أبو بكر الدش. تمريرات ممتازة ولكن اصطياد جيد للكرة من حارس المرمى الدش. ظفر، أمير كمال، رمضان عجب داخل معه موسى كيتا، يكسب موسى يلعب لعلي السيد. علي السيد تمريرة بينية وانطلاقة للبديل فريد ومايكل ومرت إلى خارج الملعب. رمية تماس لصالح فريق المريخ. علي جعفر لعبت لراجع عبد العاطي. راجع عبد العاطي تتمرر كرة في وسط الملعب لعلاء الدين يوسف. علاء يوسف يلعب لظفر. كرة ملعوبة حتى الآن قبل انتهاء هذه المباراة. الهلال 58 نقطة، المريخ 57 نقطة، أهل الشندي 51 نقطة، 38 نقطة أهل عطبر والخرطوم الوطني، 36 نقطة مريخ الفاسر، 35 نقطة أهل الخرطوم، 25 نقطة اتحاد مدني، 24 نقطة الأمل عطبرة، 22 نقطة النسور، 21 نقطة النيل حصحيصة، 16 نقطة الموردة والأهلي. هلال كادوغلي طبعا 30 نقطة. واضح الانفعال في مقاعد بدلاء النادي الأهلي اللي حتى الآن هو متأخر ب4 أهداف دون مقابل. كرة لعبت فيها الجهة اليمنى، لعبت كرة ملعوبة. اليوم طبعا زي ما ذكرت لكم المنافسات المحلية مستمرة. تقول الأخبار أن هلال عطبر عاد إلى الدرجة الأولى اليوم بعد فوزه على الشرقي بهدف وحيد. وهنالك أيضا العديد من المناسبات والمنافسات، ذكرنا الدوري التأهيلي وذكرنا سنتر ليج الصعود لدوري الدرجة الأولى اللي بيتصدر كوبر ب 14 نقطة وعنده مباراتين، عباسية والمقر. العباسية ذاتها في المركز الثاني وكذلك الناصر، ويعني في المركز الثاني أيضا، والعديد من النتائج ومن المباريات. وكرة في الجهة اليسرى، تمريرة كرة لعبت أمامية. من جديد نتعرف على الأخبار المحلية الكثيرة اللي دائما بتأتينا من الزملاء الأعزاء. لعبت كرة في الجهة اليمنى لصالح النادي الأهلي.
كرة مرت إلى خارج الملعب، خطأ لصالح النادي الأهلي. لعبة أمامية، في الجهة اليسرى غاندي يلعب كرة ل مايكل كروجر و إبراهيم طبعا ظاهرين في الصورة. أوليفي، رمضان عجب، ارجع الكرة لضفر، علاء الدين يوسف، كرة في وسط الملعب لأوليفي. أوليفي انطلاقة وتتمرر أمامية، راية مرفوعة، ركلة حرة غير مباشرة، تسلل. بكر الدش، أكرم، أكرم الهادي، مرت إلى خارج الملعب، تماس تنفذ لصالح الأهلاوية، في وسط الملعب اتمررت. علي السيد، محمد عبد الله، رمي التماس، لعبت كرة في وسط الملعب، زي ما ذكرنا العديد من الأندية هذه الأيام تحتفل بصعودها للدرجة الأولى، وكذلك بالأمس يمكن في مدينة كوسي فريق الاتحاد فاز على المشعل بهدفين دون مقابل وعاد إلى الدرجة الأولى. في مدينة بربر تقول الأخبار أن حي العرب عاد للدرجة الأولى بعد فوزه على عوض نوباوي. وكرة لعبت أمامية، خطأ لصالح النادي الأهلي. لعبت فيها الجهة اليمنى مبعدة من أمير كمال إلى خارج الملعب في لقطة الإعادة. غاندي ينفذ رمية التماس، يلعب كرة لأوليفي، خطأ لصالح النادي الأهلي. دقيقة 41 من شوط اللعب الثاني، فريق متقدم على الأهلي مدني 4-0. لقاء الجولة الأولى بين الفريقين طبعا في هذه المنافسة كان في الأسبوع 12 طبعا، وانتهى لصالح فريق المريخ بهدف سجلوا اللاعب كنتشي في تلك المباراة التي كانت بين الفريقين في يوم 15 مايو 2013. لعبت كرة تمريرات للنادي الأهلي، موسى كيتا يلعب كرة أمامية تعود من جديد لصالح المريخ، كرة داخل منطقة الجزاء، أوليفي ضع الكرة خارج الملعب. فرصة خطيرة كانت لصالح فريق المريخ وانتهت إلى ركلة مرمى. يا مجهود كويس، شوف التمريرة كانت من مرتضى ولكن مضايقة وجه جعلت الكرة تكون بعيدة عن الشبكة ومرت إلى خارج الملعب. توزيع على إبراهيم،
نهنئ الفرق الصاعدة للدرجة الأولى هذا الموسم، ونذكر أخبار دائما في الدامر. فريق الفريع صعد إلى الأولى بعد فوزه على وادي النيل بهدفين دون مقابل. لعبت كرة داخل منطقة الجزاء لصالح فريق المريخ، ومبعدة من الدفاع الأهلاوي، مررت أمامية. محمد عبد الله كول، تمرير كرة موسى كيت الآن، أو عصام عبد الحميد يبعد إلى خارج الملعب. لاعب من الأهلي مدني على الأرض بالسلامة. شوف التمرير اللي كانت لأوليفي كل زوايا الملعب اهو، ولكن أوليفي حاول وضع الكرة في الشبكة، مرت إلى خارج الملعب لأنه كان في مضايقة من وجد عبود. بالسلامة إن شاء الله لحاتم رحال، الحمد لله بدأ الآن مشاركة من جديد، بينما جماهير المريخ تحتفل الآن بهذا الفوز على النادي الأهلي. وطبعا هي يعني عين على تحاول الفوز بلقب دوري هذا الموسم، وتبقت جولة واحدة للفرق. وشوف دوري ساخن جدا، ولن نتعرف على البطل إلا في المباراة النهائية، على اعتبار أن المضايقة لصيقة جدا بين فريقي المريخ والهلال في الصدارة وفي المركز الثاني. الآن الهلال 58 نقطة، المريخ 57 نقطة. إذا فاز اليوم المريخ يعمل 60 نقطة، هو قريب من ذلك، ويبقى الهلال 58 نقطة بفارق نقطتين. ولكن هنالك جولة حاسمة في الأسبوع الأخير، إذا حقق المريخ الفوز يفوز بالبطولة، غير ذلك والهلال فاز. وتسديدة وصد من أكرم، مرت الآن تعود إلى محمد موسى. كرة لصالح فريق الأهلي، تمريرات أهلاوية. علي السيد، ضفر، كرة لعبت تجاه أوليفي داخل منطقة الجزاء، أوليفي ولكن صد من الدش، التقاط من الدش لهذه الكرة. لعبت تمريرة في الجهة اليمنى لضفر، اسماء حي العرب اللي صعدت للدرجة الأولى هذا العام كثيرة جدا في بربر وأيضا في القطينة. أنس أبو جدير يقول أن حي العرب برضو صعد للدرجة الأولى، والوطن فاز أو الأهلي فاز ببطولة الدوري هناك. كرة داخل منطقة الجزاء، رمضان عجب توزيع أوليفي، ولكن صد من أبو بكر الدش، صد العديد من الكرات برغم تلقيه 4 أهداف. تسديدة مرت إلى خارج الملعب. ركلة مرمى دقيقة 42 أو 43 من شوط اللعب الثاني. المريخ متقدم ب4 أهداف دون مقابل. شوف التوزيعة العرضية، ولكن تدخل من حارس المرمى. علي السيد، لعبت مرتضى لأوليفي داخل منطقة الجزاء، أوليفي مبعدة من وجدي. كرة داخل منطقة الجزاء، مرتضى أو ضفر مرت إلى خارج الملعب.
رمي التماس. نقول من جديد ترتيب الفرق طبعا مع اقترابنا من نهاية المنافسة ونقاط الفرق. الأمل كان عنده 23 نقطة، تعادل مع النسور عمل 24 نقطة. اتحاد مدني 25 نقطة. على فكرة يمكن إذا انتهت هذه المباراة وهي قريبة من ذلك، طبعا تبقى أقل من يعني 3 دقائق لنهايتها. بعد ده بيصبح يعني النسور والنيل الحصحيصة والأمل عطبرة واحد فيهم حيلعب سنتر ليج بقاء في الدرجة الممتازة أو هبوط مع الثالث الدوري التأهيلي. النيل الحصحيصة مباراته القادمة مع الأهلي مدني ولديه 21 نقطة. الأمل العطبراوي عنده لقاء ساخن في الجولة الأخيرة أيضا لهذه المنافسة. نتحدث عن الفرق التي ربما تلعب سنتر ليج بقاء أو هبوط. النسور لاعب مع أهلي الخرطوم والأمل عطبرة لاعب مع هلال كادوغلي في كادوغلي. مؤازرة مستمرة مشجعين داخل الملعب، واللجنة المكلفة باختيار نجم هذه المباراة تعلن أن أوليفي هو الذي يعني سينال جائزة السوداني في هذه المباراة. راية مرفوعة وركلة حرة غير مباشرة. ضربة راس وشوف في إعادة اللقطة. راية مرفوعة وركلة حرة غير مباشرة. كرة مع علي. علي السيد على مشارف منطقة الجزاء المريخية، توزيع وكرة في المرمى. جول هدف لصالح النادي الأهلي. محمد عبد الله كوال يسجل الهدف الأول في هذه المباراة للنادي الأهلي مقابل 4 أهداف لفريق المريخ. محمد عبد الله كوال تمريرة كانت في الجهة اليمنى واتلعبت مباشرة في المرمى. هدف لصالح النادي الأهلي في الدقيقة 45. دقيقة 45 محمد عبد الله كول يسجل الهدف الأول للنادي الأهلي. شوف المرور كان من علي السيد واتلعبت الكرة مباشرة في المرمى. 3 دقائق زمن بدل ضايع في شوط اللعب الثاني وفيها هدف للنادي الأهلي في الدقيقة 45. كول يسجل ويقلص من 4-0 إلى 4-1. كرة الآن توزيعها في الجهة اليسرى. أوليفي تتمرر في الجهة اليمنى. سيطرة من علي السيد، قدم أداء مميز في هذه المباراة وهو هذا زميله كول هدف في الدقيقة الأخيرة. علي السيد يلعب كرة في الجهة اليمنى، تمريرات لصالح النادي الأهلي وضغط في الدقائق الأخيرة لهذه المباراة. كرة ملعوبة من فريد، انطلاقة من الجهة اليمنى ومحاولة مرور. يبدو أنه فريد أصيب في اللقطة الماضية. كرة معكوسة داخل منطقة الجزاء وصد من أكرم العادي، مرت إلى خارج الملعب. ثلاث دقائق زمن بدل ضايع في شوط اللعب الثاني. والمريخ متقدم ب4 أهداف مقابل هدف. رمي التماس تنفذ الآن. كرة ملعوبة أمامية. تمريرات لصالح فريق الأهلي. علي السيد
علي يلعب في الجاري يمنى، تعود لمحمد عبد الله كول، راجع من امير كمال، تمر لراجع عبد العاطي، محمد عبد الله ظفر او احمد عبد الله ظفر، موسى كيتا يلعب لحسام عبد الحميد، حسام عبد الحميد يمرر الكرة، مرت من امام علي جعفر، ومحمد عبد الله كور كان ممكن يسجل الثنائية ولكن استعجل في التسديد، بالتالي مرت الكرة الى خارج الملعب. شوف التمريرة السريعة مرت من امام علي جعفر، وكول كرته كانت عالية مرت الى خارج الملعب. هنا وجدي مع محمد موسى، رمي التماس لصالح النادي الاهلي، اتلعبت لحاتم رحال، كرة مرت امامية، علي السيد وحكم المباراة حسين حسب الله يطلق صافرة انتهاء مباراة المريخ والاهلي مدني بفوز المريخ ب4 أهداف مقابل هدف. سجل للمريخ كنتشي هدفين، وأوليفي هدف، ومحمد موسى هدف. وهنا الجماهير تحتفل، وسنشاهد ونبقى مع الزملاء الأعزاء لمتابعة من الذي نال الجائزة السوداني وإعادة تخطيط الأهداف. ونقول مبروك للمريخ، ونقول معليش للأهلي مدني، وألف هارد لك هبوطه من الدوري الممتاز إلى الدرجة الأولى. ونقول إن شاء الله القادم يكون أحلى بالنسبة للأهلاوية. بالنسبة لسيد الأتيام يعني تاريخ عريض من المنافسة، أهو حال كرة القدم صعود وهبوط واستقرار، ويعني إن شاء الله يعني في المرحلة القادمة وفي الأيام القادمات نشاهد النادي الأهلي يعود قويا مع الموردة وفي تاريخ كبير وعريض إن شاء الله في هذه المنافسة. وهنا نتابع اللجنة المكلفة بتسليم جائزة سوداني لنجم المباراة، تسلم الجائزة لأوليفي. مبروك المريخ 60 نقطة، هاردلك الآن 16 نقطة، والهبوط إلى الدرجة الأولى. مشاهدينا الكرام لكم تحياتي معلق المباراة محمد فضل الله يوسف، والمخرج إسماعيل الحاج، والزملاء الأعزاء في فريق العمل. حتى الملتقى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المشاهد الفاضل في كل مكان، مرحبا بكم من جديد. إذا بنهاية هذه المباراة ودع الأهلي مدني الروليت المحلي الدوري الممتاز بالتأكيد ب16 نقطة. كنا نتمنى أن يتواصل المداد ويتواصل التواجد في الدوري المحلي، ولكن هي كرة القدم، نتمنى أنه ينتفض الفريق من جديد ويعود أكثر قوة ومنعة في الموسم الجديد. مرحبا بكم من جديد كباتن. ويمكن 4 أهداف للمريخ، كلتشي يمكن هدفين وهدف لأوليفيه. محمد موسى الكرت الرابح لكروجر في المباراة، يواصل أيضا التألق من خلال المباراة أمام الأهلي. بداية كوتش ريشة، تعليقك وتقييمك أيضا للشوط الثاني إجمالا من الناحية الفنية. والله بعتقد أنه الشوط الثاني كان فاترا، الدوافع انتهت عند لاعبي المريخ، حققوا المطلوب منذ الشوط الأول. ما شفنا حتى الالتحامات بين اللاعبين بتدل على أنه رغبة الفريقين في إحراز الفوز. الهدف أجمل ما في الهدف، راجل لعب الكرة بخارج القدم. نعم، باص كان جميل جدا لمحمد موسى. يا ريت المخرج لو ادانا الهدف الرابع اللي هو محمد موسى. نعم، باص جميل، عمل مهارة حركية، توقعه كان جميل، راوغ حارس المرمى بسرعة ووضع الكرة، كان المرمى خالي. هدف جميل، لكن المفروض يسأل دفاع المريخ في كيف أحرز هدف الأهلي.